السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرزاق حمد الله وصل الإمارات وغيدير برنامج تلفزي، هذا هو الخبر، وتسريبات أيضا حول وجوده في اللائحة النهائية. عبد الرزاق حمد الله اليوم وصل الإمارات وبدأ التدريب مع الفريق ديالو، فريق الاتحاد السعودي. واليوم مع 11 ديال الليل غيخرج عبد الرزاق حمد الله في لقاء تلفزي مع واحد الصحفي اللي سميتو والد الفراج في واحد البرنامج اللي سميتو اكشن يا دوري. هذا البرنامج اللي كيدار على قناة ام بي سي اكشن، يعني مع 11 بتوقيت السعوديه. وهذا البرنامج حطوا البوستير ديال عبد الرزاق حمد الله وقالوا انه اللي بغى يصيفط له شي سؤال يصيفطوا في هاشتاغ البرنامج. عبد الرزاق حمد الله اللي تسربات بعض الاخبار انه كاين في اللائحه النهائيه، خصوصا ان النصيري غير جاهز لحد الساعه. بزاف ديال المصادر قالوا بان حمد الله راه كاين في اللائحه النهائيه، وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عليها ضغط كبير بخصوص حمد الله، لأن يعني بزاف ديال الناس اللي كيقولوا يمكن حمد الله ما غاديش يدير شي حاجة في المونديال، ولكن إلا ما ديتيش المونديال ويعني درتي شي أداء باهت في الهجوم خصوصا، فالناس غيردوها لحمد الله ويقول لك علاش ما خديتيش. الجامعة بغات تهرب من هذا يعني الموقف وتدي حمد الله وتعطيلو الوقت ديالو وهو يبين ولا ما يبينش. اذا هذا الشيء اللي عندنا في هذا الفيديو، كنتمنى انكم تابوناو معنا باش نكبروا شويه هذا الشيء ونقدموا اخبار جديده وحصريه ودائما يعني باستمراريه. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.